أنا مش مجرد كحك، أنا تقليد عمره سنين. ريحة السمن والسكر دي هي العيد نفسه. كل قضمة مني بتحكي حكاية فرحة. تخيل كده كحك العيد بيكلمك والترمس بيهزر معاك، مشهد غريب بس الحقيقة ان النوع ده من الفيديوهات بقى منتشر جدا وبيحقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا، والأذكى من كده انه بقى بيستخدم في الإعلانات لأنه بسيط ومضحك وبيوصل الفكرة في ثواني. بس هنا سؤال، ازاي تخلي أي حاجة حواليك تتكلم وتتحرك بالذكاء الاصطناعي؟ وهل الموضوع محتاج خبرة ولا أي حد يقدر يعمله؟ بالفيديو ده هكشفلك الطريقة كاملة خطوة بخطوة، كل اللي عليك انك تكمل معاه للنهاية واعمل لايك واشتراك عشان ما تفوتش أقوى أفكار الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى. أول خطوة نروح نفتح شات جي بي تي وهنضغط هنا وهننزل تحت عند اكسبورت شات جي بي تي اس وهنضغط عليها بالشكل ده. هتفتح معاك بقى الواجهة اللي انتوا شايفينها دي، لو ما لقيتهاش هتيجي هنا على جنب وهتلاقي كلمة التطبيقات وبعدين هتلاقي شات جي بي تي اس هنا وهيفتح معاك نفس الواجهة. هتيجي هنا عند السيرش وهتكتب الجملة دي. تمام، بعد ما تكتبها هتلاقيها ظهرت معاك هنا في السيرش أول واحدة، هتضغط عليها هتبدأ تفتح معاك الواجهة اللي انتوا شايفينها دي. كل اللي عليك انك هتنزل هنا وتضغط على ستارت شات عشان تفتح لك الصفحة اللي هنبدأ نعمل منها شغلنا كله، وهتلاقيها بدأت تظهر معاك هنا تقدر تستخدمها كل مرة. تمام، هتيجي بقى عشان نعمل أي حاجة احنا عايزينها هنيجي تحت عند السيرش وهتبدأ تكتب له أي حاجة انت عايز تعملها. أنا كتبت له عايزة أعمل عن كحك العيد وهقوم دايسة هنا، هتلاقيه بدأ إن هو يجهز لك البرومت بالشكل الاحترافي ده، تقدر تعمل أي حاجة انت عايزها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ده البرومت وكمان الكلام اللي الكحك هيقوله أو أي حاجة انت هتقولها هتلاقيه إن هو عاملها لك كده باللغة العربية، وكمان عامل لك كذا برومت برضو خاص بالموضوع ده. فدي حاجة كويسة جدا، مديك كذا برومت يعني تقدر انك تستخدمهم. هاجي هنا واقول له عايزة بسكوت العيد وهقوم دايسة هنا، تقدر بقى تكتب عايز العيدية، عايز سوداني، ترمس، اي حاجة بقى انت عايز تعملها هتبدأ انك تعملها بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده طالعة بشكل احترافي وكمان مظبط لك كل حاجة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وهتلاقيه مديك برضو كذا برومت زي ما انتوا شايفين كده بشكل احترافي. هنيجي بقى عند البرومت الاول وهوريك ازاي هنعمل بقى اول خطوة معانا. هتيجي هنا وهتيجي عشان تاخد البرومت كوبي كده هتيجي تضغط هنا وهيبقى معاك البرومت. هنروح نفتح موقع فلو هنبدأ نعمل من عليه الصور والفيديوهات بتاعتنا، هنضغط هنا هيفتح معاك الواجهة دي. هتضغط هنا بقى عشان يفتح معاك الواجهة اللي انتوا شايفينها دي، وهتيجي تنزل عند البوكس اللي انتوا شايفينه تحت ده وهتيجي تضغط هنا وهتبدأ بقى انك تختار ايمج. تمام، عشان اول حاجة هنعمل الصور بتاعتنا وبتبدأ تختار المقاس اللي انت عايزه سواء بالطول او العرض، وبعدين بقى بتختار انت عايز في كل مرة في كل برومت يطلع لك كام صورة. معاك لحد 4 صور، انا اخترت صورتين. وهتيجي هنا بقى وهتختار نانو بنانا 2 زي ما انتوا شايفين كده بس. وهنا بيقولك ان هو بياخد 0 كريدت، يعني هتعمل صور براحتك من غير ما ياخد منك اي كريدت. هتيجي هنا بقى وهتعمل بيست للبرومت اللي انت لسه واخده من شات جي بي تي وهتضغط هنا وهتلاقيه بدأ يعمل لك الصورتين بشكل احترافي. زي ما انتوا شايفين كده الصورتين طلعوا معايا بشكل احترافي ازاي وشكلهم جميل ازاي والتفاصيل كمان عالية. بصوا كل حاجة طالعة بشكل احترافي ازاي، وبجد الصورة جميلة قوي. بقى تعمل كل الصور بتاعتك على نفس النظام ده. هنيجي تدوس هنا وهنيجي بقى عشان نعمل الصورة التانية. الاول هتيجي علشان تنزل الصورة اللي عجبك بتضغط هنا وبعدين بتضغط على داونلود وبتبدأ انك تنزلها بأي جودة انت عايزها وبتنزل معاك بجودة عالية جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنرجع تاني عند شات جي بي تي علشان نعمل البرومت التاني بتاعنا. عملنا اول برومت، هنيجي هنا عند البرومت التاني هناخده كوبي بالشكل ده وهنرجع تاني على موقع فلو نعمله هنا بيست وبعدين بنضغط هنا. تمام، بعد ما بتظبط الاعدادات بتاعتك كلها هتلاقيه بدأ ان هو يعمل لك الصور بشكل احترافي. بدأت انا بقى اعمل الصور دي كلها، عملت بسكوت العيد، هو طالع بسكوت على بيتي فور بس طالع يعني شكله جميل خالص زي ما انتوا شايفين كده والتفاصيل حواليه كلها مبهجة. هتيجي تضغط هنا بقى عشان ترجع للصفحة الرئيسية وعملت الترمس زي ما انتوا شايفين وعملت السوداني. كل التفاصيل طالعة حلوة، حتى ورا كده مكتوب على اليافطة فول سوداني ومكسرات. فبجد طالع بشكل احترافي زي ما انتوا شايفين كده، وجودة الحاجة واشكالهم مبهجة قوي وبجد بتحقق ملايين المشاهدات زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت اول خطوة ان احنا عملنا الصور بتاعتنا. الخطوة التانية بقى ان احنا هنعمل الفيديوهات. هتيجي تدوس هنا وبدل ايمج هتختار
تختار فيديو بس كده زي ما انتوا شايفين، وبتبدأ بقى تختار برضو المقاس بتاعك. هنخليه على نفس المقاس، بس هنيجي هنا ندوس واحد على يعني فيديو واحد في البرومت الواحد، وبعدين تختار فيديو 3، وبعدين بتيجي هنا بقى تدوس على الصورة علشان الصورة اللي انت هتعملها عشان تبقى ثابتة معاك في الفيديو. كل اللي عليك انك هتختار الصورة وتدوس هنا، هتبدأ الصورة تظهر معاك هنا. وهترجع تاني بقى تشات جي بي تي، وهتكتب الأول كلمة سايز ونقطتين، وبعدين هترجع لكلمة شات جي بي تي، وهتيجي بقى تاخد الكلام ده تقدر انك تغيره براحتك. هتيجي هنا تحطه كوبي، تقدر تغير برضو اي حاجة انت عايزها في الكلام، وبعدين تضغط هنا. هيبدأ دلوقتي يعمل لك الفيديو بشكل احترافي زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو طالع معايا بشكل احترافي وكمان متكلم، بس عشان الشاشة بس مش راضية تطلع بصوت تسجيل الشاشة، فانتوا هتلاقي الفيديو طالع معاكم بشكل احترافي جدا. تمام. كل اللي عليك بقى انك هتبدأ تعمل كل فيديوهاتك على نفس النظام. هتيجي تختار الصورة اللي عايز تحولها وتضغط هنا، وبعدين تضغط هنا هتبدأ تظهر معاك تحت، وتكتب كلمة سايز، وترجع عند شات جي بي تي تجيب الكلام اللي انت عايزه او تكتب الكلام من عندك، وبعدين بتضغط هنا وهتلاقيه بدأ ان هو يعمل لك الفيديو بشكل احترافي زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو طالع بشكل احترافي. تقدر بقى تعمل الفيديوهات اللي انت عايزه. بيديك فلو على الايميل الواحد، في ايميلات بيديها 100 وفي ايميلات بيديها 50. فبجد حلوة قوي، وبيديك بشكل يومي، يعني الكريدت دي معاك بشكل يومي، في حاجة حلوة جدا. هتيجي عشان تنزله بتضغط هنا وبعدين داونلود، وبتبدأ انك تنزله على الجهاز بكل سهولة. تقدر بقى تعمل صور والفيديوهات بتاعتك او تعمل اعلانات بشكل مجاني وبكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وعجبك الشرح ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى والاي اي.